ترى مالي عين والله العظيم اشتقت للكاميرا. هلا سومانيا واهلا اهلا يا اصدقاء، اخيرا وبعد كتير جدا غياب على اليوتيوب اخيرا هصور لكم الفيديو المنتظر اللي المفروض اصلا انزله من بدري، والمفروض اعبي الشطه بتاعتي من بدري بس تاخرت كالعاده. المهم زي ما قرأتوا من العنوان هناخد معانا ايه لسكن الجامعة. الفيديو بتاع السنة اللي فاتت لو انتم متابعيني من زمان هتلاقوا الفيديو موجود، تقدروا تتفرجوا عليه، وبرضه هتتفرجوا على الفيديو ده ليه؟ عشان انا هقول لكم مستحدثات او تحديثات يعني للسكن، وبالتالي التحديثات دي هيبقى معاها حاجات جديدة ناخدها. وطبعا انا عامله لكم عملي حرفيا، كل الحاجات اللي ورايا هي حاجات هناخدها لسكن الجامعة معانا، حاجات جديدة يعني. فتابعوا الفيديو لآخره لو انتم مهتمين. بس قبل ما نبدأ في الفيديو انا حابة ان احنا نتكلم الاول عن السكن عشان تاخدوا فكرة بسيطة عنه، بحيث ان انتوا تروحوا مهيئين ومستوعبين انتوا داخلين على ايه. طبعا الموضوع سهل جدا، انا الحمد لله بقالي 3 سنين وان شاء الله هتكون دي السنة الرابعة والأخيرة. أنا بجد مش مصدقة انا بصور لآخر سنة ليا في المدينة الجامعية، بجد حاجة. طيب أول حاجة عشان تبقوا عارفينها، في حاجة اسمها جدول تسكين، ده بينزل وبعدها لينك حجز الغرف، وانتوا بتحجزوا الغرفة بتاعتكم. خلصنا اللينك بتاع الحجز وحجزنا الغرفة بتاعتنا، بنروح بقى في ميعاد التسكين بتاعنا. طيب ميعاد التسكين بتاعنا بيبقى يوم مرهق صعب بجد بجد بجد، لا اتمنى الالد اعدائي. انتوا سفر وبعد كده هتروحوا تتبهدلوا علشان تختموا ورق، وعشان تروحوا تعملوا مش عارف كشف طبي، وعشان تعملوا ايه ده كله علشان تاخدوا المفتاح بتاع الأوضة. فمرهق جدا، وطبعا هيبقى معاكم شنط، هتسافروا سواء بقى لوحدكم سواء حد معاكم، بس بجد بجد اليوم ده هتتبهدلوا فيه جدا. انا بقى الصحاب اللي في الأوضة ايه بقى الدنيا هتعامل ازاي دلوقتي؟ انا لو مثلا اول مرة اسكن ومعرفش الحاجات دي خالص وسكنت مع ناس غربة، دلوقتي اول حاجة انت جايه من بيت اهلك، يعني بتمثلي اهلك تمام، يعني تتعاملي بما يرضي الله، دي تاني حاجه. طيب لو في، واكيد اكيد اكيد هنلاقي اصناف اللي هم بيتعاملوا بتستس شويه، الناس دي هنروح على المشرفة على طول. احنا مش هنقعد نلت ونعجن مع بعض، لا انا ذوقيا انا هروح على المشرفة بتاعتي، في اي مشكلة في اي حاجة هروح على المشرفة. لو الدنيا ما اتحلتش ممكن الأوضة تانية. طيب أنا باتسرع في الحوار ده ليه؟ عشان ما تاخدوش الصدمة، وفي نفس الوقت في ناس ساعات ما بتعرفش تتعامل. أنا من الناس اللي أنا كنت ما باعرفش أتعامل في الأول خالص، فكنت باضطر أسكت وآجي على نفسي، بس أنا مش عايزة آجي على نفسي تاني، فبالتالي ممكن ساعات بارُد رَد بجِح، ساعات بارُد زي ما هُم بيردوا، وفي نفس الوقت مش عايزة أنزّل مستوايا ليهم، فباضطر إن أنا أروح أو بالجأ للمشرفة بتاعتي، هي بقى بتتصرّف، يعني مشرفة اسمها مشرفة المبنى بتاعنا يعني، نتعامل ببيت أهلنا أو بالتربية اللي إحنا جينا بيها. تاني حاجة نتعامل بما يرضي الله. تالت حاجة، إحنا دلوقتي في الأوضة ساكنين مثلًا مثلًا 2 أو 4 أو 6 أيًا كان اللي في الأوضة، المفروض يا جماعة روحوا واعملوا أول يوم جدول نضافة. ليه بقى؟ عشان في ناس بتستعبط وما بتنضفش. طب لا هي لما تنضفش انت تنضفي تاني مكانها؟ لا يا حبيبة قلبي، لا يا ماما، نعمل جدول نظافة وكل واحدة في الأوضة عليها يوم تروق وتنظف الأوضة. وطبعا كل واحدة هتروق سريرها وهتروق المكتب بتاعها أيا كان بقى اللي عليه ايه، المهم تروقه وتكنس مكانه بحيث ان احنا ما نزبّلش الدنيا، ويعني نبقى نضاف كده فاهمين؟ لإنه بجد بجد يعني الدنيا مش مستاهلة، إحنا عايزين نقعد ورايقين، نعرف نذاكر كويس، الأوضة تتحب إن إحنا ندخلها، فبالتالي نبقى مرتاحين كلنا مع بعض. أنا واحدة ما باعرفش أتكلم مثلًا، أو شخص شوية انطوائي، أو ممكن مش عايزة أحتك شوية لإني باخاف أحتك بالناس أنا ما أعرفهاش. أولًا المدينة هتحل لِك كل مشاكلِك، ليه؟ أنتِ هتعرفي ناس من كل الأقاليم، يعني أنتِ عندِك صحاب من كل الأقاليم، صحاب من كل الكليات، يعني عندِك جميع أنواع العلاقات موجودة عندِك في المدينة، فدي ميزة من ميز المدينة الصراحة، إنها بجد بتوفر لِك حاجات في الموضوع ده، لإنه بعد ما تتخرجي أنتم كلكم هتلجأوا لبعض، كل واحد هيستفاد من التاني. نرجع لمرجوعنا، أنا شخص مش باعرف أتكلم أو أنا شخص مش باعرف أتعامل. دلوقتي أنا لمّا بافتكر نفسي في سنة أولى حرفيًا لمّا أنا دخلت ورميت الشنط بتاعتي وطلعت برّه من كتر إن أنا مش عايزة أتكلم أو خايفة إن أنا أتكلم مع دول اللي أنا ما أعرفهمش، لقيت إنه بعد ما دخلت الأوضة لقيت الدنيا حلوة وإزيِك وعاملة إيه واسمِك إيه ومش عارف إيه، وهتلاقوا الكلام بيجر بعضه وأنتِ منين وبتتكلموا إزاي، وتلاقوا كمية لهجات مختلفة، يا نهار أبيض! بجد تحفة، أنتم هتتبسطوا أصلًا. ف
ما تقلقوش من الحتّة دي، لإن أنتم بجد، بجد أنتم عارفين إن هو بيتحط في وش المدفع، بيتحط كده في أرض الواقع، أنتم هتتعاملوا. أنا لمّا اتحطيت في أرض الواقع أنا عرفت أتعامل، لكن أنا طول ما أنا برّه الموضوع ده وأقول عايزة أكوّن علاقات ومش عارف إيه، مش هاكوّنها لإن أنا ما اتحطيتش في أرض الواقع. فأنتم دلوقتي في مرحلة جامعية، لو أنتم أولًا في الجامعة برضه هتكوّنوا علاقات سواء كلية وفي المدينة أكتر، لإن أنتم حرفيًا ممكن مثلًا في المطعم تكوّنوا صديقة، وأنتم بتذاكروا في مكان المذاكرة في الجنينة هتكوّنوا، وأنتم في الأوضة معاكم 4 معاكم 2 معاكم 1 أيًا كان، هتكوّنوا صداقات. الموضوع لذيذ ولطيف ومش مُقلِق خالص، 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 فأنا مش عايزاكم تقلقوا زي زهرة الصغيرة كانت قلقانة، لإنه الموضوع كان شوية شخصي، لإنه بجد كنت حاسة إن أنا مش قادرة أكوّن علاقات تاني، مش قادرة أكلّم حد تاني ولا أصاحب حد تاني، خلاص بجد اكتفيت من تالتة ثانوي، اكتفيت بمعنى اكتفيت، بس اكتشفت إنه صوابع مش زي بعضها والناس كلّها مش زي بعضها، بل أنا ممكن أقابل ناس غُربا يعني يخافوا عليّا أو يحبوني، مش زي الناس القريّبة. هو مش كلّه برضه زي بعضه، يعني ما تآمنوش من أول ما تدخلوا كده وحبايب قلبي وبيس ومش عارف إيه، لأ، خدوا وقتكم في التعرُّف على الناس، وما تكُبّوش أسراركم من أول يوم، تمام، علشان الموضوع مش للدرجة يعني، بس بعدين لمّا تقرّبوا هتفهموا بعض أكتر، هتفهموا دماغ بعض أكتر، الدنيا هتبقى لطيفة. يبقى أنا كده يعتبر اتكلّمت على نقطة الصحاب وإن أنتم إزاي تتعاملوا، زي ما أنا قُلت لكم بجد، بجد أنتم ماشيين كده straight بما يرضي الله، الدنيا هتبقى حلوة جدًا، والموضوع مش هيبقى مُقلِق ولا صعب ولا أي حاجة خالص، بالعكس فترة المدينة الجامعية دي فترة جديدة وغريبة وحلوة، يعني هي جديدة وغريبة وحلوة لإنه بجد، بجد إحنا داخلين من فترة ناس صغيرة لسه ما نضجتش لفترة النضج بتاعنا، هو لسه كمان إحنا ما نضجناش بس أيًا كان فترة نُص النضج كده، فإحنا حرفيًا هننضج بشكل وافي كمان، يعني عشان إحنا بجد هنقابل وهنتعامل وهنعمل، فالفكرة دي ولحد دلوقتي الحمد لله يعني إن أنا قدرت أخوض التجربة دي، هي بجد، بجد صعبة جدًا، خصوصًا إن أنتم هتبقوا لوحدكم، بس أنتم هتتعودوا، لإن أنتم بعد الجامعة أنتم حرفيًا هتبقوا محتاجين تبقوا strong، الموضوع ده هيخلّيكم strong بجد، strong بقى وindependent وكل حاجة بجد. أول حاجة وهي شنطة السفر، دلوقتي إحنا عندنا شُنط كتير جدًا الحمد لله، والشُنط الكتير جدًا الحمد لله دي أنا جرّبتها وشُفت النوع المناسب اللي أنا أقدر woman واحدة بتسافر لوحدها يعني، اللي تقدر تشيله، وكمان المواصلات وأنتِ بتشيلي في العربية وبتحطّي وبتاع حوار بجد أنا بانهار عصبيًا، بانهار جسديًا، نفسيًا، كل حاجة. فالحمد لله يعني بعد تجربة 3 سنين ودلوقتي الرابعة، يعني الشنط اللي إحنا المفروض نسافر بيها فعليًا بجد عشان بجد حوار المواصلات ده وِحِش، 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 وِحِش بجد أنا بانهار بابقى عايزة أعيّط بجد. إحنا رايحين أول يوم تسكين تمام، طيب لو بيتنا بعيد أول حاجة، لو بيتنا بعيد خالص بجد فإحنا نجيب كل حاجة معانا علشان ما نضطرش نسافر مرّة تانية، طيب لو إحنا بيتنا قريب فممكن نسافر نزلة تانية نكمّل باقي الحاجات، فنجيب الحاجات الأساسية اللي معانا في شنطة إيه، شنطة متوسطة، الشنطة اللي أنا دايمًا باسافر بيها الحمد لله يعني يا رب بجد تكمل معايا عشان عجلها باظ بجد ع ب ب بتصرخ من الألم، الشنطة اللي هي المتوسطة اللي هي الزرقا دي إلى حدٍ ما هتشيل حاجات أساسية معايا، طيب أنا هاخد معاها شنطة تانية صغيرة، ها هي الشنطة اللي أنا قصدي عليها، يعني بُصّوا هي صندوق، هي بتبقى يعني في سوستة أهي، وال ده كده أهي، يعني هتبقى متختخة كده بس هتبقى حلوة يعني. طيب الشنطة دي الشنطة دي دلوقتي هي والشنطة المتوسطة اللي هي أو الصغيرة اللي هي معانا الزرقا دي، إحنا هنحط في دي الحاجات الشخصية اللي هي مثلًا زي الskin care زي مثلًا الشامبو زي مش عارف اللي هي الحاجات بتاعتنا الشخصية دي اللي هي المفروض هنستعملها يعني، وكمان دلوقتي إحنا أول مرّة وإحنا مسافرين لمّا نروح المدينة مش هيبقى في أكل، مش بيبقى في أكل أول يوم، تاني يوم لمّا نستلم الكارنيه بيبقى في أكل، فأنتِ ممكن تجيبي أكل معاكِ من البيت احتياطي تتغدي بيه اليوم بتاعها يعني اليوم التسكين نفسه، بعد كده تاني يوم بقى هتاخدي الأكل بتاعِك من المدينة.
طيب فدي هتشيلي دي واسعة أوي الحمد لله يعني واسعة أوي من جوّه، وبتشيل حاجات كتير، فممكن تحطّي برضه فيها الأكل بتاعِك بحيث إن هو يعني هي شكلها حلو وجميلة، بس يعني ممكن تجيبي شنطة عادي، يعني شنطة زي دي مثلًا، بحيث إنه المساحة اللي جوّه تبقى كبيرة تشيلي فيها كتير، أكل معاكِ وبرضه ممكن مثلًا تجيبي الخضار بقى الحاجات دي لو أنتِ مثلًا هتطبخي وكده برضه اليوم ده، بس طبعًا هتبقي تعبانة، أو ممكن حَل بسيط وسهل جدًا إن أنتِ هتطلبي، بس ما بافضّلش إنِّك تطلبي يعني، فعادي أنا ساعات باضطر إن أنا أطلب أكل في اليوم ده. بس أنا باقول لكم يعني احتياطي لو أنتم عايزين تعملوا حسابكم في أكل ممكن تجيبوا. إيه هي الحاجات الشخصية بتاعتنا؟ number one number one number one هي ملاية السرير، طبعًا أكيد هتروحي هتلاقي السرير بتاعِك أيًا كان فوق والّا تحت، يُفضّل يا جماعة تختاروا تحت عشان فوق بجد أنا باعاني من فوق، ملاية السرير عشان تفرشوا السرير بتاعكم، وكمان الفوطة الشخصية بتاعتكم عشان أكيد هتغسلوا وشكم، وبما إننا هنغسل وشنا يبقى في صابونة معانا، وصبّانة عشان نحط فيها الصابونة بحيث إن الصابونة يعني ما نقعدش نشيلها من كده يعني من على المكتب مثلًا ونوديها الحمام، لأ يبقى في صبّانة تحافظ عليها. أكيد الغسول بتاعِك، أكيد فرشة السنان بتاعتِك، أكيد الحاجات الskin care بتاعتِك، الskin care بتاعتِك، ما قُلتش makeup عشان أنا لا أرشِّح ولا أقول لحد ياخد ذنوب no skin cares بس. إيه هي الskin care؟ المُرطِّب مش عارف الlip balm الحاجات اللي هي بترطّب دي، والشامبو بتاعِك، الليفة بتاعتِك علشان تستحمي، deodorant الحاجات دي، دي حاجات أكيد أساسية مستحيل ترجعي البيت تجيبيها وتيجي تاني، أكيد لأ يعني. طبعًا السجادة بتاعتِك علشان تصلّي، وممكن تجيبي سجادتين بحيث تفرشي واحدة على المكتب، وواحدة تانية تصلّي بيها، أو لو هتجيبي مفرش مكتب علشان المكتب بتاعِك تفرشيه ويبقى شكله حلو وتذاكري. طيب هتجيبي كمان إسدال صلاة ويبقى مريح وواسع وفضفاض، ليه؟ عشان أنتِ ممكن مثلًا تكوني عايزة تشتري حاجة من الكافتيريا اللي موجودة تحت تنزلي بالإسدال، يعني بدل لسه ما هتلبسي طقم ومش عارف إيه، هتنزلي بالإسدال عادي جدًا ما فيش أي حاجة، وتشتري حاجتِك وتطلعي تاني، فهتصلّي بيه وهتنزلي تشتري بيه، وممكن تتسوقي بيه على فكرة عادي، يعني إحنا البلد اللي ما حدش يعرفِك فيها البسي أي حاجة فيها عادي يعني. بالنسبة للهدوم بتاعتِك، فأنتِ محترمة هتجيبي 3 بيجامات و5 أطقم معاكِ، 3 بيجامات عشان تغيّري فيهم وأكيد هتجيبي الحاجات الداخلية بتاعتِك عشان تغيّري فيهم، وطبعًا ما أقولكيش ما اوصّيكيش هتجيبي كتير جدًا، عشان إحنا بنوتات جميلة ونضيفة بتحب تحافظ على نفسها، فبنغيّر كل يوم. طيب وهتجيبي كمان 5 أطقم، دلوقتي لو أنتِ بتنزلي ال5 أيام، شوفي الجدول بتاعِك في الكلية بتنزلي كام يوم، 5 أيام يبقى تجيبي على قدّهم ال5 أطقم بالضبط، وغيّري بقى في الأطقم، حاولي تجيبي أطقم أنتِ بتغيّري فيها، يعني مثلًا جياب على بلوزات وكمان دريسات، طبعًا أكيد مش هانصح ببناطيل عشان أنا باحب الناس اللي بتلبس جيب ودريسات، وطبعًا أنصح الناس اللي بتلبس بناطيل تلبس جيب ودريسات عشان أنتم ناس جميلة جدًا، تمام؟ طيب هتجيبي ممكن مثلًا تجيبي جيبتين عليهم بلوزتين، تغيّري بقى ده مع ده وده مع ده وهكذا تح ت تغيّري كده، عايزاكِ بربرق كده، أيًا كان يعني المهم يعني ما تكتّريش بحيث إن الدنيا ما تبقاش تقيلة، ولو هتروحي أول يوم فممكن تجيبي 3 بيجامات و3 أطقم عادي يعني، على حسب بقى شنطتِك هتجيب إيه أو هتشيل إيه أو أنتِ هتقدري تشيلي والّا لأ. نجيب معانا كوتشيين 2 كوتشيز دلوقتي كوتشي اللي إحنا هنسافر بيه وإحنا رايحين ده واحد من الاتنين، والتاني هيكون معانا في الشنطة، وممكن عادي جدًا، جدًا تسافري بواحد ويبقى معاكِ هو، وتنزلي مرّة تانية تجيبي الكوتشيات اللي أنتِ عايزة تجيبيها أيًا كان، عشان برضه الحمل ما يبقاش تقيل عليكِ وأنتِ woman cute لطيفة، فمش عايزين نتقل على بعض، مش عايزين نتقل على بعض، ليه، ليه؟ زي ما قُلنا إن أنتِ محتاجة كوتشي، فأكيد هتكوني محتاجة شبشب عشان هناك أكيد هتستخدمي الشبشب، فلو عندِك شبشب زيادة في البيت ممكن تاخديه معاكِ، لو مش عندِك هناك الكافتيريا بتبيع شباشب وممكن برضه تنزلي تشتريه من السوق، هناك في سوق جميل لطيف باحب أشتري منه كل حاجة حرفيًا، موجود تقدري تشتري منه أي حاجة وأي حاجات ناقصاكِ تقدري تشتريها منه، ما كنتش حابة فكرة الشِرا يعني إن أنتِ يعني تزوّدي على نَفْسِك مصاريف وبتاع، لإن أنتِ لسه رايحة وهتدفعي فلوس التقديم والحاجات دي، فممكن توفّري الحاجات معاكِ، تستحملي شوية في الشيلة، بس أنتِ هتوفّري على نَفْسِك فلوس شوية، وبرضه ساعات ممكن توفّري في صحتِك، يعني أيًا كان شوفي أنتِ تحبّي توفّري في إيه ووفّري عادي يعني. برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تجيبيها الأريال وطبق الغسيل، طبق غسيل صغنطوط كده تاخديه معاكِ عادي بحيث إن أنتِ تقدري لإن إحنا بنغسل هناك على إيدينا، فتجيبي طبق غسيل معاكِ وتجيبي الأريال بحيث إن أنتِ تغسلي هدومِك أول بأول، يعني لو بيتِك بعيد، ممكن لو بيتِك مش بعيد عادي ممكن تنزلي تجيبيها مرّة تانية، وفي نفس الوقت أنتِ ممكن برضه تشتري حرفيًا أي حاجة من الكافتيريا أو من السوق اللي موجود
سهل جدًا، عشان أنتِ بنوتة محترمة كيوتة رايحة المدينة الجامعية لهدف أسمى ألا وهو الدراسة، فأنتِ هتجيبي الكشاكيل بتاعتِك، الأقلام بتاعتِك، الhighlighter، ولو حابة تجيبي مفرش للمكتب ممكن تجيبيه علشان تفتحي نفسِك على المذاكرة، لإن أنتِ رايحة هناك ليه؟ رايحة هناك ليه؟ عشان تذاكري، رايحة هناك ليه؟ عشان تبقي نجيبة متولي الخولي، أوكي؟ ف دي يعتبر الحاجات الأساسية أو المستلزمات الشخصية اللي المفروض تروحي بيها. ندخل على الحاجات أو مستلزمات المطبخ، دلوقتي عشان تكوني عارفة أنتِ رايحة مدينة جامعية كده الأكل بيبقى معمول، بس ساعات في ناس وأنا كنت منهم في الأول هو الأكل مش يعني مش عاجبني أو مش عارفة اسمها إيه، بس أنا لسه مش متعودة على الأكل، لإنه مش أكل زي أكل البيت، وفي نفس الوقت مش أكل واو أو مش أكل high، يعني أنتِ ما تروحيش تتوقعي لأ خالص، أنتِ هتلاقي أكل طبيعي ولا هو كده ولا هو كده، يعني هو بين البينين حرفيًا. طيب بالنسبة للحاجة بتاعة المطبخ، أنتِ ممكن برضه لو بتحبي الطبخ أو ليكِ بقى حِس فني كده في الطبخ، فأنتِ ممكن تجيبي كيسين مكرونة أو كيس مكرونة أيًا كان، إحنا رايحين أول مرّة فناخد حاجات أساسية. كيس مكرونة، لو كيس رز تمام، شوفي أيًا كان أنتِ بتحبي إيه أكترهم يعني وهاتي معاكِ كيلو سكر، هتاخدي الزيت بتاعِك، هتاخدي بقى الأطباق اللي إحنا هنطبخ فيها، وطبعًا دي حاجة أساسية، وممكن التوابل بتاعتِك، ممكن التبّالة أو مش عارفة اسمها التبّالة فعلًا والّا لأ، بس أنا باهبِّد، أيًا كان اللي بنحط فيها التوابل يعني، بحيث إن أنتِ تبقي شخص منظَّم مرتّب، الحاجة بتاعته كل حاجة في مكانها. دي مش حاجات أساسية أوي، ليه؟ لإن أنا قُلت لِك أنتِ الأكل بتاعِك هيبقى موجود هناك، فمش مضطرة، بس لو أنتِ حابة تطبخي أو مش متعودة على الأكل أو هتلغي التغذية أيًا كان، المهم الحاجات دي تبقى معاكِ بحيث إن أنتِ تطبخي، وما تضطريش تشتري أي أكل من برّه وخلاص، لأ تعملي أكل بنفسِك ويبقى موجود وآمن وأنتِ عارفة أنتِ بتحطي فيه إيه. دي أنا ما باستغناش عنها الصراحة، وباخدها معايا في السفر وفي نفس الوقت باستخدمها في الجامعة، علشان أنا شخص بيحب ياخد lunch box معاه. طيب طبعًا مش هاوريكم يعني مش باعمل إعلان ولا أي حاجة، بس أيًا كان هو ده بناخد البريل معانا وسلكة المواعين معانا اللي هي بتبقى كده بتقعد معانا، يعني بتقعد معانا فترة، مش اللي هي التانية مش عارفة اسمها إيه، مش عارفة أفرّق، ما علينا يا رب تكونوا فاهمينّي. طيب بالنسبة بقى للحِلَل والأطباق والحاجات دي، أول حاجة أدي طبق صغنطوط أو أيًا كان على حسب الطبق يعني اللي أنتم بتحبوه، هاتوا طبق معاكم للغرف، وده طبق ألمونيا بحيث إن أنا أعمل فيه مثلًا فول أو بيض أو أيًا كان أسخّن فيه يعني الأكل، كوباية بلاستيك عادي عشان أشرب فيها المَيّة، وهنا الكوباية أو المَج عادي اللي أنا هاشرب فيه حاجة سخنة أو هاعمل فيه قهوة أو أيًا كان يعني، وعندنا طبعًا سكينة بس تجيبوا سكينتين ومعلقتين وشوكتين بحيث إن إحنا لو في حاجة متوسخة إحنا نستخدم الحاجة التانية اللي موجودة يعني، فمعلقة وشوكة وسكينة والمعلقة الصغيرة بتاعة السكر والشاي وهكذا يعني. عندنا كمان حلة، وهاتوا حلة صغيرة يعني ولا كبيرة أوي ولا صغيرة أوي طبعًا مخصوص عشان أنا هاخدها معايا، فلا حلة كبيرة أوي over ولا حلة صغيرة خالص ما تقضّيش حاجة، هاتوا حلة في المتوسط حاجة زي كده. وده يعني زي طاسة، يعني أنتم هاتوا طاسة، يعني هو حاجة كده ده باستخدمه زي طاسة يعني، بس هاتوا لكم طاسة بحيث إن أنتم مثلًا لو هتعملوا فطار الصبح، لو هتعملوا هتقلوا بطاطس أو أيًا كان، فيبقى معاكم طاسة ممكن تستغنوا عنها عادي يعني مش شرط. طيب دي قماشة، القماشة دي باستخدمها عشان أمسح بيها المكتب وهكذا، بتستخدموها برضه تمسحوا بيها أي حاجة، فدي الصراحة مفيدة، كانت ب10 جنيه تقريبًا لمّا كنت جايباها يعني، بس هتستفادوا منها، الصراحة دي مفيدة في أي حاجة، فهاتوا برضه القماشة دي معاكم. وطبعًا الشماعات عشان هنعلّق الهدوم، وزي ما قُلت لكم 5 أطقم أو 3 أطقم على حسب يعني. طبعًا القرآن أهم حاجة، ليه؟ عشان إحنا عايزين نحافظ على الوِرد بتاعنا، لإنه بجد إحنا بُعاد أوي، إحنا بعاد أوي يعني، فنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نقرّب شوية الخطوات بتاعتنا أو الحبل بيننا وبين ربنا، في نفس الوقت إحنا لمّا نحُط القرآن بتاعنا أو المصحف بتاعنا على المكتب ونشوفه على طول، إحنا يعني مش هننسى إن إحنا مفروض علينا حاجة أو علينا وِرد أو علينا حفظ قرآن، يعني أتمنى بجد إن أنا أقدر أحفظ القرآن وأرجع أحفظ تاني في الجامعة، بجد يعني موضوع رخم أوي الصراحة، أنا باتضايق أوي إن أنا مش باحفظ يعني، فبجد لو إحنا خدناه معانا وحطيناه قدامنا على المكتب هنفتكر. دي حاجات يعني شوية زي ما أنا قُلت لكم أساسية ومش أساسية، ما أعرفش الصراحة، بس أول حاجة ده علشان نحط فيه الأقلام بتاعتنا على المكتب تمام،
تاني حاجة المنظم ده، هو ده بلاستيك حرفيًا، وده يعتبر حاجة ماما بتحط فيها اللي هو الإيه، يعني ماما بتستخدمها في المطبخ أيًا كان، بس أنا خدتها واستخدمتها منظم الصراحة يعني بُصّوا، يعني شكله تحفة الصراحة. باحط فيه الحاجات بتاعة الskin care بتاعتي، فأنتم ممكن تجيبوا حاجة زي كده بحيث إن أنتم تستخدموه كمنظم على المكتب، تحطوا فيه حاجات الskin care وشكله حلو أصلًا، يعني شكله جميل، هاتوا حاجة زي كده يعني، بجد بيبقى شكلها حلو على المكتب، هتحطوها كده بحيث إن أنتم تحطوا فيه حاجات الskin care وتنظم لكم المكتب وشكله هيبقى حلو، ومش كل حاجة هتبقى متنطورة بالعكس، لأ هتبقى يعني مترتبة. طيب كُتب عشان زي ما قُلت لكم لو إحنا حطينا الحاجة بتاعتنا على المكتب إحنا هنشوفها، فإحنا هنحب إن إحنا يعني نقرأها، فأنا الصراحة كنت باقرأ ده السنة اللي فاتت تقريبًا وخلّصته وعايزة أدخل على الكتاب ده، لسه جايباه جديد حتى لسه ما عملتش الunboxing ليه يعني، وحسيت إن أنا يعني متشدة للعنوان بتاعه، حاسة إن أنا عايزة أقرأه السنة دي يعني. فجِبت الكتاب ده كمان. حاجة بقى مهمة وأساسية وتحفة بالنسبة لي يعني الصراحة، الصور دي يعني أنا طابعة الصور دي من المكتبة، بحيث إن أنا عايزة أزيّن، يعني كنت عايزة أزيّن الأوضة بتاعتي بس ما فيش وقت إن أنا أزيّنها دلوقتي، خلاص أنا تاركة الأوضة بتاعتي ورايحة للمدينة، فال الصور دي تحفة التحافة، يعني ما أقولكوش بتدّي شكل للأوضة عامل إزاي والله العظيم. بتخلّوا أوضتكم طالعة من Pinterest والله العظيم. بُصّوا، هات الألوان تحفة، الألوان تحفة، فدي ممكن تجيبوها، وبما إن أنا آخر سنة ليّا في الجامعة فهاحاول إن أنا أضبّط أوضتي يعني في المدينة الجامعية بالشكل ده. ونصيحة ليكم، حاولوا إن أنتم تحطّوا مثلًا ورقة جورنان أو حاجة أو ورق كرافت تلزقوه على الجدار يعني، وبعد كده تلزقوا عليه الورق ده، بحيث إن أنتم يعني تشيلوه على طول، فاهمين؟ مش تشيلوه ويعمل في الجدار زي مثلًا كده عامل عندي كده، أيًا كان بيطلّع لكم عيوب ما شاء الله يعني. بعد ما شُفنا مع بعض كل حاجة المفروض ناخدها لسكن الجامعة، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون قصير، مش عارفة بجد أنا رغيت كتير والّا لأ، بس أتمنى يكون قصير وcute وجميل. وأنا باعتذر جدًا عشان أنا باتأخّر، عشان بجد، بجد أنا ما بيبقاش قصدي، بابقى حاطة حاجات عايزة أعملها بس باتأخّر جدًا يعني. بس إن شاء الله مش هاتأخّر عليكم، وزهرة هتشارككم المرّة الجاية، زهرة وهي بتتخرّج، يوميات زهرة وهي بتتخرّج، بجد مش مصدّقة إن أنا باعمل معاكم فيديو زي ده أصلًا، أو هاعمل معاكم فيديوهات زي دي، كبرنا. وبس كده، أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم بالفيديو، ولو في أي حاجة ناقصة ممكن أنتم تفكّرونا بيها في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ممكن تقولوا لي في الكومنتات إن هو عجبكم عشان أفهم إن هو عجبكم وأستمر في هذه الفيديوهات إن شاء الله. لو عندكم أي سؤال، أي استفسار عن السكن أو عن المدينة أو عن أي حاجة أيًا كان، الإنستجرام موجود بتاعي هنا أو هنا أو في صندوق الوصف موجود. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهارده، وبس كده، مع السلامة.